أندية أوروبية تراهن على الكرة الذهبية لضم محمد صلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أندية أوروبية تراهن على الكرة الذهبية لضم محمد صلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال مستقبل النجم المصري محمد صلاح غير واضح المعالم مع نادي ليفربول الإنجليزي في ظل اقتراب نهاية عقده الحالي وتعثر مفاوضات التجديد بين الطرفين، ومع بدء العد التنازلي لنهاية الموسم القروي في إنجلترا تسيطر حالة من الغموض حول مستقبل محمد صلاح الذي يعد أحد أهم اللاعبين في العالم، ومستقبله يثير اهتمام جماهير كرة القدم في كل مكان. ولا يعلم أحد أين سيلعب محمد صلاح في الموسم المقبل، فيما لم يتبقى للنجم المصري سوى 9 مباريات مع نادي ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الخروج من كافة البطولات الأخرى. تعثر مفاوضات التجديد بين محمد صلاح وليفربول. محمد صلاح على رادار برشلونة. جوارديولا يحلم بثنائية محمد صلاح ومرموش. كما ارتبط محمد صلاح بالانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي بعد الحديث الجانبي الذي جمع بين بيب جوارديولا المدير الفني للفريق السماوي عقب نهاية المباراة التي جمعت بين الفريقين بملعب الاتحاد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز البريميوم ليج، وانتهت بفوز ليفربول. ويرى كثير من الناس أن مانشستر سيتي قادر على منح محمد صلاح التقدير المادي المناسب، كما سيشكل مع الثنائي عمر مرموش نجم منتخب مصر الذي انضم لصفوف مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، وهالاند خط هجوم ناري لا يستطيع أي فريق إيقافه مهما امتلك من المدافعين، في حين قد تلعب رغبة محمد صلاح بالبقاء في إنجلترا مواصلة تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي الممتاز البريميوم ليج. وسيأتي دور مانشستر سيتي في الانتقال له من اختيار بيب جوارديولا. كما يفكر باريس سان جيرمان يجهز عقدا لضم محمد صلاح. وأضاف أن اللاعب محمد صلاح يحلم بالحصول على جائزة الكرة الذهبية، وانتقاله إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يعد خيارا واردا حال فشل مفاوضات التجديد مع نادي ليفربول، لاسيما أن اللاعب المصري يريد البقاء في الدوري الإنجليزي ويريد البقاء في أوروبا وإنهاء مسيرته هناك بالفوز بجائزة الكرة الذهبية. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا ريت ما تنساش تصلي على النبي واللايك الجميل والاشتراك في القناة.